مرحبتين بكم، معكم حنان العالم. وصفتنا اليوم حتكون خبزة بالتن. اخترت لكم الخبزة بالتن لأنها وصفة حلوة تقدروا تديروها لعيالكم يمشوا بها المدرسة لما تمشوا ماشيين زردة طالعين البحر. وصفة حلوة على طريقتي، كل حد ذاقها قال لي أعطيني الطريقة. أنا هنا حاطة نص كيلو دقيق اللي هو 4 أكواب معيارية، حنحطوا عليهن بيضة واحدة أو دحية واحدة، وحنحط لها زيت عادي مش زيت زيتون، يعني ربع كوب. حناخد ملعقة كبيرة خميرة، ملعقة كبيرة سكر، وملعقة شاهي أو ملعقة صغيرة ملح، بس ما نخلوش الملح يجي جنب الخميرة عشان ما يقتل تفاعل الخميرة يعني. تقريبا نبدأ بالكوب ونزيده بالتدريج. حليب دافي أو درجة حرارة الغرفة يعني يفضل. هنحط على العجينة شوية زيت أو نخليها في مكان دافي بحيث إنها تضاعف في حجمها. خلوا العجينة تميل لأنها عجينة رطبة ما تكونش يابسة واجد. توا على ما خمرت العجينة نوتو حشوتنا. هنستخدم اليوم في خبزة التن تن من منتجات كونا تونة. ليش اخترته؟ لأنه هو منتج عالي الجودة، يستخدم في زيوت طبيعية وما فيش مواد حافظة، كلها أورجانيك. حشوتنا هي عبارة عن تن، وحطيت جبنة مثلثات ومربعات، حنحط طماطم، زيتون، حنحط معدنوس وشوية شبت مش واجد، شوية بس هيعطي طعمة حلوة. وحطينا الهريسة، طبعا حنزيد أخرى، أنا نحب حارة، نحب نعصر شوية ليم. في اللي يحب حتى يحط خردل هنا مع التن، بس أنا ما حطيتش، لكن انتم ممكن تضيفوها الإضافة هذه. الهريسة طبعا حسب الذوق، يعني ممكن تنقصوها. هيك الحشوة جاهزة. توا نجيبوا عجينتنا ونوريكم كيف نشكلوا الخبزة. عجينتنا توا خمرت، ضاعف حجمها زي ما انتم شايفين هيك. حنشكلوها حسب كبر الطاجين عندكم. انا ممكن حنشكلها، الطاجين عندي الى 12 قطعة، ممكن اقل ممكن اكبر، هذه انتم حاجة تتحكموا فيها. هيك 12 قطعة عندي، حنشكلها كور. طبعا حشوات التن مختلفة، يعني هذه حسب ذوقكم. ممكن تحطوا معها حتى دحيق مسلوق أو بيض مسلوق. ممكن اللي ما يحبش المعدنوس يستغنى أو يحط كزبر. هذه حاجة كلها تقدروا أنتوا يعني تحكموا فيها حسب الذوق العيلة والأطفال اللي عندكم. جهزنا الطاجين اللي هو حنخشوه للكوشة. أنا حطيت هنا ورق زبدة، بس ممكن عادي تدهنوه بس بشوية زيت. حنفتحوها زي ما قلت لكم باليد هيك عادي، يعني لو ايدكم بدها تلصق ممكن تحطوا شوية دقيق أو زيت، بس تحاولوا تخلوا الحشوة زي ما قلت لكم أكتر من العادي، يعني بشوي قد السندوتش والخبزة مليانة، يعني تقعدش كلها معها. خلاص نسكر عليها وخلي الفتحة هي اللي تحت. حنستمر نكمل الخبزة كلها. أنا نحب ندهنها بشوية دحي، حطيت له شوية فلفل أكحل، ممكن تدهنوها بحليب. هنحط لها يا جلجلان يا حبة البركة، هذه حاجة ترجع لكم عشان يجي منظر الخبزة حلو. تحطوا يدكم شوية في المية وبعدين في حبة البركة باش يطلع الشكل مرتب زي ما بالطريقة هذه، أو ترشوها رش عشوائي. خلاص نخليها هذه هيك شوية لعند ما نكمل هذينا. وبعدين الفرن لازم يكون يعني مسخن مسبقا 200 درجة الحرارة ديما المخبوزات، عشان ما تنشفش الخبزة، تطيب بسرعة وتقعد من جوا طرية. خبزتنا صارت جاهزة. تاخدوا معدنوس، شوية ثوم، يعني أقل من فص ثوم، وزيت زيتون، تدهنوا بها وهي ساخنة. وممكن تخشوها للفرن شوية أو تخلوها هيك، هذه حاجة أرجع لكم، بس لازم تكون ساخنة الخبزة أحلى عشان تشرب الزيت ونكهة الثوم والمعدنوس. هيك وصفتنا متاع اليوم جهزت. حنوريكم الشكل النهائي في الطبق التقديم. متابعيني الأعزاء، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. حضرت لكم فيها وصفة حلوة اللي هي الخبزة بالتن. إن شاء الله يا رب تعجبكم، وصحتين وعافية.